تعالوا مع بعض نشوف عملنا ايه بقى. تاني يوم العيد وتالت يوم العيد، الولاد كانوا بيلعبوا بقى في الحتة الخضرة دي. الحتة الخضرة دي جميلة جدا، واحسن حاجة فيها انها قدام الشاليه اللي كنا قاعدين فيه. جميلة جدا، ومفيش مسافة طبعا ما بين الألعاب دي وما بين الشاليهات والفلل اللي حوالين المكان اللي في المكان ده، ودي أحسن حاجة كانت في الموضوع بالنسبة للولاد. طبعا بعد كده احنا رحنا البسين، الولاد قعدوا يلعبوا ويتنططوا فيه. انتوا عارفين الجو هناك دلوقتي تحفة بجد، الجو جميل جدا جدا، يعني اول دخول الصيف كده، يعني مش حر. جميل جدا، هوا جميل جدا، واحسن حاجة الخضرة الكتير اللي في المكان كانت مدية للنفس الاكسجين كتير جدا، وتحس انه مفيش حاجة ضارة داخلة جسمكم. دي اكتر حاجة كنت مستمتعة بيها. خرجنا بقى هنا من البسين كده في اتجاه للبيت، عشان كان في حفلة المفروض هنستعد ليها، هنروح بقى نستعد لها وبعدين نرجع لكم تاني. بتاع الحفلة كان جميل جدا جدا، وكان في ألعاب. الولاد الصراحة يعني استغلوا الموضوع ده استغلال كبير جدا. كان في يعني الحفلة كلها تقريبا كانت معمولة للولاد الصغيرين، قعدوا بقى يلعبوا ويتنططوا. كان في جزء للألعاب، قعدوا يلعبوا ويتنططوا، والجو طبعا بالليل كان تحفة، ما سابوش لعبة غير انهم قعدوا يلعبوا بيها. وفي طبعا هنا الأولاد اللي كانوا بيحبوا يرسموا، والولاد اللي كانوا بيحطوا جليتر وبيحبوا رسمات على وشهم. هنا عمر بقى كان بيلعب ويطلع حرف الأو، قعد يرسم عليه. كانت الألوان، والولاد اللي بتحب تلون بقى وتحط ألوان وحاجات جميلة كده. قعدت أقول له خلي بالك بقى لحسن هدومك الهدوم جديدة ما تعوزهاش. كل سنة وانتوا طيبين كده، ينعاد عليكم بالصحة والعافية وكل حاجة حلوة. أحسن حاجة في الموضوع كله طبعا تغيير الجو في وسط الدراسة والضغط الشغل، له تأثير كبير جدا علينا الكبار قبل الصغيرين. هنا بقى كان في الليلة الكبيرة، مسرحية الليلة الكبيرة كانت بتتعرض للولاد الصغيرين، وكانت تحفة جدا جدا بالنسبة للولاد الصغيرين. كانوا هيتجننوا على العرايس اللي بتتنطط وتلعب دي. في منهم اللي جرى وقعد يمسكهم كده وايه هما بيتنططوا ازاي او بيتحركوا ازاي. كانوا جمال جدا حقيقة. الولاد فرحوا جدا جدا باليوم ده، كان يوم جميل جدا جدا ليهم. والعرايس ديت كانت تحفة بجد. العرايس والأرقص وده اللي هيطلع دلوقتي. ولما كانت لتلف قعدوا بقى يتفرجوا ويلعبوا، وأحسن حاجة إنهم غيروا جو بجد. أخدنا بقى صور كلنا مع بعض في المكان. وتاني يوم الصبح بقى تالت يوم اللي هو تالت يوم العيد، رحنا بقى البحر. البحر يا جماعة الجو تحفة جدا هناك. هنا بقى كان في سهل حشيش. سهل حشيش البحر بتاعه ملوش حل. شايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله، سبحانك يا ربي على الطبيعة وعلى الجمال. والرملة والشط البيتش بتاع الفندق والناس، يعني صراحة الجو كان تحفة تحفة تحفة. قضينا يوم جميل جدا جدا في البحر، وحتى ما كناش عاملين حسابنا، اتصرفنا في اي حاجة ونزلنا البحر واستمتعنا بالجو الجميل ده.